بنسبة كبيرة جدا، لو دورنا في كل بيت هنلاقي إن في شخص على الأقل بيعاني من مرض السكر. يا ترى إيه هي أنواعه وإزاي بيحصل وإيه هي أعراضه؟ لو عايز تعرف أكتر عن مرض السكر يبقى أنت محتاج تشوف الفيديو ده. السلام عليكم، أهلا بكم في فيديو جديد مع أحمد أبو زيد. قبل ما نتكلم ونعرف إزاي السكر بيحصل وإيه هي أهم أعراضه، تعالوا الأول ناخد فكرة عامة عن أنواع السكر. في عندنا سكر من النوع الأول دايابيتس تايب 1، في عندنا سكر من النوع التاني دايابيتس تايب 2، في عندنا السكر الحمل. هل في انواع تانية من السكر؟ ايوه طبعا موجود، ولكن احنا مهتمين بفيديو النهارده نتكلم عن الانواع الرئيسيه والشائعه. ازاي مرض السكر بيحصل؟ خلونا في البدايه نتفق ان كلامنا كله هيكون عن سكر الجلوكوز. تعالوا الاول نتكلم على جزء مهم في تشريح الجسم هيساعدنا في فهم آلية مرض السكر. في عندنا في الجسم عضو اسمه البنكرياس. البنكرياس فيه خلايا مفرزه بتفرز عصاره بتصب في قنوات ملناش دعوه بالجزء ده خالص. وفي عندنا خلايا في نص البنكرياس شبه الجزر، الخلايا دي بتفرز هرمونات في الدم. ايه علاقة ده بالسكر يا ابو حميد؟ الخلايا اللي شبه الجزر دي في خلايا فيها اسمها خلايا بيتا بتفرز الانسولين. في مرض السكر من النوع الاول دايابيتس تايب 1 في مرض مناعي بيدمر خلايا بيتا، وده بيؤدي ان الانسولين ما بيعرفش يتفرز في الدم، وبالتالي بيحصل مرض السكر لان خلايا بيتا مش عارفة تفرز الانسولين او بتفرزه بكميات قليلة، فبالتالي السكر مش عارف يدخل الخلايا. وللأسف النوع ده مفيش له شفاء حتى اللحظة دي، والمريض مضطر يمشي على علاج مدى الحياة. أما السكر من النوع التاني وهو دايابيتس تايب 2، هو إن البنكرياس سليم وبيفرز الأنسولين بشكل طبيعي أو بنسب قليلة، ولكن بشكل عام في إفراز للأنسولين. أمال المشكلة فين يا أبو حميد؟ المشكلة إن الخلايا مش بتستجيب للأنسولين، يعني بمعنى تاني في مقاومة أنسولين. السكر موجود والأنسولين موجود بس الخلايا مش حاسة بالأنسولين. عشان نوضح النقطة دي بشكل تاني، الخلايا عاملة زي الباب، والأنسولين ده المفتاح اللي بيفتح الباب ده عشان السكر يدخل. أما سكر الحمل ده سكر بيحصل أثناء فترة الحمل وبيكون بسبب الهرمونات اللي بتتفرز من المشيمة وبيروح بانتهاء الحمل، ولكن الأم وابنها بيكونوا عرضة للإصابة بسكر النوع التاني دايابيتس تايب 2 في المستقبل. ايه الاعراض اللي بتظهر على مريض السكر؟ إيه هي أهم الأعراض اللي بتظهر على مريض السكر؟ بيعطش كتير، بيجوع كتير، بيشرب مية كتير، بيدخل الحمام كتير، وزنه بينزل بشكل ملحوظ، بيحس بتعب على مدار اليوم، لو في عنده أي جروح بيكون التئامها أبطأ من الشخص العادي، الرؤية عنده مش بتكون واضحة ومش بيعرف يشوف كويس. ودي كانت أهم الأعراض اللي ممكن تلاحظها على مريض السكر. اهم المضاعفات اللي ممكن تشوفها على مريض السكر؟ طيب، لو مريض السكر لاحظ كل الأعراض دي عنده وما اهتمش بيها، إيه اللي ممكن يحصل؟ هقول لك بكل بساطة، هيتنقل لمرحلة المضاعفات، زي هيجيله مشاكل في العين، مشاكل في الكلى، نوبات قلبية، سكتة دماغية، مشاكل في الأعصاب وخصوصا الأعصاب الطرفية، ده غير إن ممكن يصاب بالكبد الدهني. ممكن كمان يحصل له مشاكل في القدم توصل لغرغرينة لا قدر الله، ممكن يصاب بمشاكل في المفاصل والعظام، ممكن كمان مشاكل في اللثة والأسنان، وممكن كمان مشاكل في الأوعية الدموية. السكر لما بيزيد في الجسم زي في حالة مريض السكر بيبدأ يتراكم على جدران الأوعية الدموية، وده بيؤدي مع الوقت إن هو بيبوظ جدران الأوعية الدموية. ولو مريض السكر أصاب بعدوى بكتيرية، العدوى عنده بتكون أخطر بمراحل من الشخص العادي. بعد ما اتكلمنا عن بعض المضاعفات اللي بتحصل لمريض السكر، بقى عندك خلفية عن مدى خطورة مرض السكر، وبقيت عارف إن السكر مرض خطير جدا لازم إن احنا نهتم بيه. ازاي تحمي نفسك من مرض السكر؟ السكر مرض خطير ومزمن، يعني تأثيره بيستمر لسنوات. ده معناه إيه يا أبو حميد؟ يعني لو أنا بمشي على علاج للسكر ولقيت الأعراض اتحسنت، ده مش معناه إن السكر راح، ده معناه إن العلاج جايب نتيجة. ولو أنا وقفت العلاج السكر هيرجع أصعب من الأول. طيب يا أبو حميد، ده معناه إن اللي عنده سكر مفيش أمل إنه يخف منه أبدا؟ هقول لك لأ طبعا في أمل، زي ما قلنا إن مرض السكر مرض خطير، ولكن لحسن الحظ ممكن تحمي نفسك منه لو مش عندك. ولو عندك سكر لا قدر الله ممكن تتحكم فيه وما توصلش لمرحلة المضاعفات. طيب إزاي أحمي نفسي من مرض السكر أو أتحكم فيه؟ تمارس رياضة، تمشي على نظام أكل صحي، تحافظ على وزنك، تحافظ على نسب الدهون الطبيعية. لو عندك سكر تلتزم بالأدوية اللي الدكتور كتبها لك، لأن في ناس كتير معتقدة إن السكر مرض وراثي، لكن في الحقيقة السكر ممكن يكون بسبب زيادة الدهون في الجسم. هل السكر مرض خطير؟ بعد كل المعلومات اللي اتكلمنا عنها في الفيديو، هل السكر مرض خطير؟ أيوة طبعا السكر مرض خطير، وأنت شفت المضاعفات بتبقى عاملة إزاي. ولكن لحسن الحظ أنت ممكن تحمي نفسك من مرض السكر لو اتبعت طرق الوقاية البسيطة اللي اتكلمنا عنها في الفيديو. طيب، لو أنت أصلا عندك مرض السكر هل في أمل إنك تخف منه؟ أيوة طبعا. لو أنت عندك سكر من النوع التاني اللي هو دايابيتس تايب 2 ممكن إنك تخف منه، ولكن بشرط إنك تمشي على العلاج اللي الدكتور كتبه لك بانتظام وتتبع طرق الوقاية اللي اتكلمنا عنها في الفيديو. أما مرضى السكر من النوع الأول اللي هو دايابيتس تايب 1
فلحد اللحظة اللي بنتكلم فيها دي مفيش علاج نهائي ومؤكد لمرضى السكر من النوع الأول، ولكن أنت ممكن باتباع طرق الوقاية اللي اتكلمنا عليها وبالتزامك بالعلاج اللي الدكتور كتبه لك تتحكم في مرض السكر اللي عندك وما توصلش لمرحلة المضاعفات الخطيرة اللي اتكلمنا عليها. دي كانت حلقتنا النهاردة وبس كده. سلام.